السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح بيني وبين جبري ورزقي وتوفيقي فتحا مبينا. النهاردة هنعمل مع بعض أكلة اقتصادية جدا. من نص كيلو مفروم هتقدري تعملي 4 وجبات أو 3 وجبات على حسب عدد أسرتك، يعني إذا كانت كبيرة أو صغيرة. أنا عن نفسي بطلع من النص كيلو حوالي 4 أكلات. هنشوف مع بعض بالتفصيل. طبعا في إضافات، وهي إضافات مش بتغير الطعم للأسوأ. هي بتغير الطعم، بس طبعا بيبقى طبعا حاسة بطعم الكفتة، وطبعا حاسة بطعم اللحمة. لأني مهما عملتي كفتة بيتي، مهما حطيتي عليها لازم هي البيتي بيتي، يعني الكفتة اللي بتضيفي عليها اي حاجة لازم تبقى كفتة بيتي، ولازم طعمها يتغير. تمام. هقول لكم كل حاجة بالتفصيل. هقول لكم بس الوقت ان انا ضفت ايه. كان معايا كوبايه صغيره من البرغل. الكوبايه من البرغل الصغيره اللي انا وريتها لكم دي في اول الفيديو، دي مش كوبايه من مقاس المج العادي اللي احنا بنعاير بيه اي حاجه. احنا لما بنيجي نعاير في البيت نقول كوبايه البيت، بنعملها بالمج العادي اللي هو تقريبا بيبقى من 200 ل 250 مللي تقريبا بيبقى 200 مللي. تمام. المهم الكوبايه الصغيره دي نص بالظبط المج ده. دي كوبايه صغيره جدا. انا كنت جايبه الطقم الصغير ده عشان بعمل شاي لاولادي في الكوبايات الصغيره، مش بحب اشربهم في الكوبايات الكبيره. فانا عارفه ان الكوبايه الصغيره دي بتاخد نص المج العادي اللي احنا بنعاير بيه كل حاجه. تمام. خدت الكوبايه الصغيره دي اللي هي ما يعادل نص كوبايه من البرغل. نقعته بميه عادي جدا، مش سخنه ولا حاجه. انت عايزه تنقعيه بميه سخنه عادي. ممكن تبشري البصل وتاخدي ميه البصل تنقعي بيه البرغل، بيبقى حلو قوي برضو. تمام. بعد ما نقعت البرغل جبت معايا 4 بصلات صغيرين. هما صغيرين مش كبار. هما الكاميرا اللي بتكبر شوية الحاجة. تمام. لكن هما البصل كان صغير، فانت لو عندك بصلة كبيرة هتمشي، عندك بصلتين متوسطين هيمشوا. تمام. حطيت ال4 بصلات صغيرين ومعاهم قرنين فلفل حامي. تمام. حامي. بصوا، هو الفلفل الحامي ده بيدي طعم حلو قوي للكفته ونكهه جميله جدا. مش بيبقى سبايس زياده عن اللزوم، لان الفلفل اللي انا مستخدماه مش اللي هي الشطه المبرومه اللي بتبقى حرارتها صعبه. لا، الفلفل العادي اللي احنا بنجيبه وبتجيبيه تقلي منه، تعملي منه اي حاجه، دي بتبقى الحراره بتاعته بسيطه قوي. لو هتستعملي الفلفل الحامي قوي هتحط بس نص قرن. تمام. وخلطت كل الحاجات دي الاول. معايا طبعا حوالي 3 فصوص توم، او حسب ما بتحب التوم كتير او قليل. خدت البصل والثوم والفلفل فرمتهم الاول كويس قوي، وبعد ما فرمتهم حطيت عليهم البرغل وفرمتهم تاني كلهم. وبعد ما فرمت البرغل مع البصل مع الفلفل مع الثوم وكله اتخلط مع بعض واتفرم ناعم، جبت اللحمة وضفتها عليه وبدأت ان انا اخلطهم كويس او مع بعض. تمام. انت لو ما عندكيش كبة ممكن تبشري البصلة وتحطي البصلة المبشورة على البرغل، تنقعيهم في بعض كده. هتلاقي البرغل طرى معاكي خالص وبقى كويس. بعد كده هتحطي اللحمة وهتفضلي تعجني فيها بقى شوية حلوين كده لحد ما ياخدوا من بعض كده، ويعني ايه ويختلطوا ببعض. تمام. بس طبعا الكبة بتسهل كل حاجة. انا حطيتهم وخلطتهم كده بالمعلقة. هبتدي ان انا احط عليهم البهارات دي بقى طبعا حاجة ترجع لك. واهم حاجة اللي بتدي للكفتة طعم بهارات الكفتة. سواء ان انت هتجيبيها سايبة من عند العطار، هتجيبي مثلا ب10 جنيه هتكفي معاكي مرتين، او هتجيبي الكيس اللي هو جاهز ده على طول. اللي هي البهارات الجاهزة، يعني الاكياس دي برضو حلوة جدا. بيبقى فيها بقى كل البهارات وكل حاجة. بيبقى فيها كمان
الخضرة اللي هي الجافة. انا طبعا حطيت شوية كزبرة كده، كانوا عندي في الفريزر معلقتين كده كزبرة خضرة، ما كانش عندي فريش ساعتها، فانا كنت لسه حطاها قبلها بيوم في الفريزر، فكانت خضرة وحلوة. وكمان عشان تضمني انها تفضل خضرة معاكي لما تيجي تستعمليها في اي حاجة مش الكفتة بس، لازم تطلعها من الفريزر تستعمليها على طول، ما تسيبهاش تفك، لانك لو سبتيها تفك بتسود. تمام، نرجع لموضوعنا. حطيت بحط مثلا البهارات، مثلا معلقه من البهارات الكفته، وملح وفلفل وكزبره ناشفه. وبحط شويه كمان شويه بابريكا. تمام. وبخلط كل ده بقى مع بعضه وبحطه في الكبه وبديها وش تاني عشان تبقى زي ما انتوا شايفين كده، زي العجينه متسمغه كده في بعضها وكله كده داخل مع بعضه وكله متجانس مع بعضه. ما كله بقى الوقت اختلط مع بعضه، ما تفرقيش اللحمه عن البرغل عن البصل، كله بقى عجينه واحده. طبعا هخلص كل الكميه، هتبقى معايا طريه جدا. لازم تسيبيها ترتاح في التلاجة حوالي نص ساعه عشان تعرفي تشكليها. او لو انت مش عايزه تشكليها، هتطلعيها مثلا من الكبة، هتخرجيها من الكبة بقى، هتقسميها طبعا على وجبتين 3 4 على حسب الأسرة بتاعتك قد ايه. تمام. زي ما قلت لكم كده، الإضافات اللي احنا بنحطها دي علشان تضاعف بها الكمية. الطعم طعم كفتة بيتي عادية جدا، حلوة جدا جدا، والبرغل مش بيبقى باين. بس طبعا الكفتة البيتي لها طعم والكفتة الحاتي لها طعم. تمام. انت عايزة تعملي كفتة تكون طعمها زي بتاعت بره، كفتة الحاتي اللي هي بتبقى مشوية كده وكلها لحمة ومفيش فيها، مش باين فيها غير اللحم بس، مش بنحط عليها اي اضافات يا جماعة، هي بتبقى لحمة وبصلة صغيرة جدا يعني لا تذكر عشان ما تبانش كمان، وبيتحط عليها ملح وفلفل فقط لا غير. هي دي الكفتة الأصلية. أي حاجة هتضيفيها في الكفتة بعد كده بتغير الطعم وبتقلب لكفتة بيتي على طول. تمام. فانت قدامك بقى الخيارات اللي انت عايزاها. عايزة تعملي لا كفتة كلها لحمة وطعمها كله لحمة كده زي كفتة الحاتي، زي ما انا قلت لك، هتجيبي نص كيلو لحمة تحط عليه بصلة صغيرة جدا، ملح وفلفل، وتعجنيه وخلاص، هي دي الكفتة. عايزة تعملي زينا كده الكفتة بيتي طعمها حلو جدا، والله العظيم طعمها حلو جدا، والولاد بيحبوها جدا وانا بحبها جدا جدا. طعم بيتي حلو. حاجة نظيفة، حاجة موفرة جدا واقتصادية. حاجة من نص كيلو، بدل ما تيجي تعملي نص كيلو لحمة مفرومة على يوم واحد، هتعملي وجبتين او 3 او 4 على حسب عدد اسرتك. هيوفر معاكي، هتبقي كل يوم عاملة اكل حلو للعيال بتبسطوا بيه، بدل ما تعملوا مثلا خضار مرة قرديحة او نواشف او اي حاجة. احنا عملنا من نص كيلو، حتى لو العدد هيبقى قليل، لو كل واحد هياخد بس صباعين كفتة او 3 صوابع، هيبقوا مبسوطين جدا مع طبق مكرونة مع طبق رز كده اصفر بالبصلة كده وبالكركم، وجنبهم شوية بطاطس محمرة. والله العظيم هتبقى وجبة تحفة، وهتبقى فرحت ولادك والاسم ان هم واكلين حاجة حلوة. فاهماني؟ لان الولاد طبعا اكتر حاجة بيغضبوا عليها الاكل مثلا اللي هو الخضار. اكتر ولادنا مش بيحبوا الخضار، واكتر ولادنا مش بيحبوا الاكل الناشف. فانت فرحهم وعملوا لهم الحاجات دي. ممكن حتى تعمليها لهم في سندوتشات مع طحينه كده او كاتشب زي ما بيحبوا. تمام. انا عملت ايه بقى؟ انا عملت الكفته بتاعتي دلوقتي، حطيتها نص ساعه في التلاجة، وبعد كده جبت معلقتين زيت في طبق كده وببل ايدي وبحاول ان انا اشكل. هعمل شويه الاول زي الكور كده. الكور دي بقى ممكن تعملي فيها ايه؟ ممكن تعمليها في صينيه بطاطس حلوه جدا، ممكن تحمريها كده وتحطيها كل واحد 3 حبات كده او 3 كرات على طبق مكرونه. انا مش بزود عن كده. تمام. ساعات برضو بضغط الكوره دي، بعملها بطاطا كده زي قرص الطعميه، بيبقى شبه السماش برجر كده. تمام. بتبقى حلوه جدا وتبان ان هي كبيره، والله العظيم والعيال بياكلوا ويشبعوا ويتبسطوا، وفي نفس الوقت ببقى وفرت وعملت لهم اكله بيحبوها وبيخلصوا طبقهم كله. تمام. واكل موفره واقتصاديه، ومن نص كيلو مفروم عملنا كميه حلوه ما شاء الله. هعمل دلوقتي برضو بعد ما عملت كميه الكور دي. على فكره الكميه اللي انا عاملاها على الصينيه دي كبيره. تمام.
بس انا مكتره شويه عشان بحب مثلا ان انا مثلا ادي للعيال، مثلا لما اكون عامله مكرونه اديلهم مثلا كل واحد 3 كور، ولو فات حاجه لاني بكتر المكرونه شويه بيجوعوا بعد شويه مثلا، او على العشاء احط لهم تاني كل واحد شويه مكرونه كده صغيرين وعليها كوره او 2 من المكرونه دي، فبيبقوا اتغدوا وتعشوا، بيبقى ايه حلو يعني. بوفر بقى في الجبن في الغموسات، بوفر على نفسي اساسا مجهود ان انا اقوم لسه اعمل حاجه للعشاء. تمام. دلوقتي بقى هعمل برضو شوية كده من الكفتة صوابع، دي بقى هشويها في الفرن، برضو بتبقى حلوة جدا، معاها طحينة بقى وشوية سلطة خضراء وشوية بطاطس محمرة وطحينة وكاتشب وحاجات من دي ومخلل وحركات، شوية عيش سخنين كده. ولادك مش بيحبوا العيش اعملوا له هاتلهم مش بيحبوا العيش البلدي هاتلهم عيش فينو، بتبقى حلوة جدا. تمام. سواء بقى عايزه تعملها غدا سواء عايزه تعملها عشاء زي ما تحبي. تمام. انا برضو عملت كام صباع كده، ما كترتش، لاني لو انتم ملاحظين انا عامله الصباع كبير جدا، فانا ما كترتش، عملت حوالي برضو 6 صوابع، يعني كل واحد 2 كفايه قوي، لان الصبع ما شاء الله يعني كبير ومحترم كده ومالي مركزه. تمام. قسمت بقى الحتتين اللي معايا دول، طبعا هما باينين صغيرين لكن هما والله العظيم حلوين جدا، وانا فعلا والله العظيم الفيديو ده متصور من زمان، يزمن قبل العيد باسبوعين، حوالي اسبوعين او 3 كمان، بس انا ما كنتش منتجته. تمام. ال الكورتين دول حطيتهم في العلب دي، والله العظيم لما استعملتهم كانوا ما شاء الله ما شاء الله كفوا ووفوا يعني وقضوا معايا. وده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم، متنسوش اشتراك في القناه ولايك. السلام عليكم ورحمه الله.